السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا خواتيم سورة البقرة في المنام. تعرف خواتيم سورة البقرة بفضلها العظيم في الحماية من الشرور والشياطين، لذا فإن رؤيتها في المنام تدل على أن الرائي في حفظ الله ورعايته، وأنه سيكون في أمان من أعدائه وكيدهم. غالبا ما تشير الرؤية إلى زوال الهموم والأحزان وشعور الرائي بالراحة النفسية والهدوء الداخلي بعد فترة من الضيق أو التوتر. قد تكون إشارة إلى قرب الانتهاء من الأزمات والمشاكل التي يواجهها الرائي وتحقيق النصر على من يعاديه أو يتمنى له الشر. يفسر بعض المفسرين رؤية قراءة خواتيم سورة البقرة بأنها تدل على أن الرائي سيرزق عمرا طويلا وسيكون صالحا في دينه ويسارع في فعل الخيرات. إذا كان الرائي يمر بابتلاءات فإن هذه الرؤية تدل على صبره وثباته، وأن الله سيعينه على تجاوز المحن. وقد تكون بشارة بأن الله سيهدي الرائي إلى الطريق الصحيح ويوفقه في أموره الدنيوية والدينية ويدعوه للتوبة وتصحيح مسار حياته. إذا كان الرائي مريضا فقد تدل الرؤيا على الشفاء القريب والعافية. يقول النابلسي أن قراءة خواتيم سورة البقرة في المنام تدل على طول العمر وصلاح الدين وجمع الرائي لدينه ومسارعته إلى كل ثواب. أما ابن شاهين يذكر أن الرؤيا تشير إلى صبر الرائي على البلاء وأنه في أمان من أعدائه، وربما تنتظم أموره ويكون دينه وقوله صحيحين. أما ابن غانم يرى أن من قرأ خواتيم سورة البقرة في منامه فأن الله قد يجمع له دينه ويسارع إلى كل خير وقد يرزق العمر الطويل. قراءة سورة خواتيم البقرة للعزباء تدل على اقتراب موعد زواجها من رجل صالح أو تحسن كبير في حياتها الشخصية واستقرارها. وللمتزوجة تشير إلى الاستقرار الأسري وحل الخلافات الزوجية وبركة في بيتها وأولادها. للمطلقة دليل على تحسن أحوالها بشكل عام وزوال المشاكل وبداية مرحلة جديدة أفضل. وللحامل قد تدل على ولادة ميسرة وسلامة الجنين وتربيته على الدين والأخلاق الحميدة. وللرجل تشير إلى النجاة من الشرور والسعة في الرزق والتوفيق في العمل والمكانة العالية بين الناس. بشكل عام رؤية خواتيم سورة البقرة في المنام تحمل معاني إيجابية وتفاؤلية وتدعوك إلى الثقة بالله والتقرب إليه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.